في المغرب كتزاد ساعه والشعب هو اللي كيدفع الثمن نفسيا. كل عام كيكون قرار باش كتزاد ساعه في التوقيت، واللي خاصنا نعرفوه هو شنو كيوقع في الساعه البيولوجيه ديالنا في هذه الفتره، وعلاش الجسم ديالنا كيحس بارهاق وتوتر، والمزاج اللي كيكون متغير كل شويه. هذا القرار كيشوش على ملايين العقول بلا حتى فائده حقيقيه. ملي كتزاد ساعه ماشي غير الوقت اللي كيتبدل، حتى الجسم ديالك كيدخل في صراع صامت. الساعه البيولوجيه ديالك اللي كتحكم في النوم، التركيز وحتى الهرمونات كتلقى راسها مجبوره تبدل فجاه، والنتيجه نعاس ما منظمش، ارهاق بلا سبب وتركيز ناقص. علميا هذا التغيير كيأثر على هرمون النوم الميلاتونين وكيخلي الجسم ديالك تايه بين الليل والنهار. كاينين دراسات كتشير حتى على ارتفاع في التوتر ونقص في الانتاجيه، حتى من الزياده في الحوادث في هذه الفتره كتكون كثيره. بزاف ديال الخبراء كيقولوا بلي هذه الساعه الاضافيه ما بقاتش كتقدم حتى قيمه حقيقيه في العصر الحالي. هذا القرار ما كيراعيش لصحه الانسان، ولا تقدر تكون عنده مصالح اخرى غير واضحه كيستافدوا منها جهات اخرى. الحاصل علاش كنستمروا بحاجه ما عندهاش فائده واضحه؟ واش المغرب خاصو يحيد هذا التوقيت الصيفي نهائيا؟ باش تبقى قريب لاي جديد دير معاك فولو، وما تنساناش من التفاعل ديالك.